ناشد عدد من طلاب الإفاد داخل الدراسات العليا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيب النظر في مطالبهم وحلحلة مشاكلهم بشكل عاجل. هذا وأوضح طلاب الإفاد الداخلي في وقفة احتجاجية أنهم بعدما أبلغوا بأن عليهم الانخراط بالدراسة في الداخل تفاجأوا بأن لا وجود لمكتبات حديثة ولا معامل ولا أي شيء من مقومات الدراسات العليا، مطالبين بالنظر في مطالبهم لكي يتمكنوا من إكمال مشوارهم العلمي. سيادة الرئيس، نتوجه إلى سيادتكم بمطالبنا هذه بعد أن سدت في وجوهنا كل المساعي التي قمنا بها، وعلى مدار ما يقارب السنة من شهر فبراير إلى مطلع شهر نوفمبر 2025، ونحن نبذل في جهود جبارة من أجل تحقيق مطالبنا. فقد تواصلنا شفهيا وكتابيا مع معالي وزير التعليم العالي وكذلك المسؤولين المعنيين لإحاطتهم بتعثر مسيرة عدد معين من المفيدين بالداخل ممن بلغوا مرحلة إعداد الرسائل والأطروحات بسبب الافتقار الحاد للبنية التحتية والعلمية في ليبيا من مكتبات ومعامل حديثة، ولكن للأسف الشديد لم نلقى الاهتمام الكافي والمناسب. عبر الهاتف من بنغازي عضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي والباحث الدكتوراه مرعي بو عمود. أهلا ومرحبا بك سيد مرعي. سيد مرعي، من آخر المعلومات التي لدينا أنكم تواصلتم مع الجهات المعنية ولم يتم رد عليكم. نحتاج إلى التحديث الآن، هل تم التواصل معكم حتى هذه الساعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك يا أختي الكريمة، وتحية طيبة عابرة لقناتكم الموقرة التي تسهم في تسليط الضوء على قضية وطنية بامتياز. طبعا ردا في عجالة على سؤال حضرتك، لم يتم للأسف الشديد. نحن بحاث ليبيين ندرس في الداخل، بدينا حراكنا هذا في شهر فبراير 2025 ووصلنا قريب سنة وبدأنا بالمئات، والآن أصبح عددنا 40 بسبب تقييدات الأمن المستمرة. طبعا بس في عجاله نحب نوضح ان الافاد بالداخل غير الافاد بالخارج. الافاد بالخارج اللي كنت فيه انا سافرت في 2008 وفق القرار رقم 700 طبعا بحكم اني كنت يعني الاول على دفعتي. طبعا عضو هيئه تدريس يبدا معيد بعد ماجستير بعد دكتوراه، والفتره هذه يتدرب فيها على صناعه البحث العلمي، ونحن عارفين ان البحث العلمي هذا مهم جدا في حل المشاكل اللي تواجه المجتمع. والدول المتقدمه تصرف في نفقات كبيره باهظه من اجل الاستثمار البحث العلمي. بس بالاشاره الى كارثه درنا، كان في بحث مقدم من عضو هيئه التدريس لم يتم النظر اليه للاسف، تم تجاهله وحذر من كارثه درنا. ولو كان في اهتمام بالبحث العلمي والبحاث ما كناش نوصل للدرجه دي. انا طبعا سافرت الامريكيه للاسف الشديد يعني، ودرست غادي شفت الاهتمام بالبحث العلمي. ولما رجعت ليبيا ومعايا مجموعه من الزملاء كان طبعا العضو التدريس لازم يطور من نفسه، وجزء من تطوير نفسه انه هو يحضر الدكتوراه، ويحضر مرحله الدكتوراه بالذات حساسه جدا لانها تعتمد على الاسهام العلمي. يعني ممكن الفتره السابقه كلها اعداد، لكن مرحله الدكتوراه هذه مرحله يعني دقيقه جدا. انخرطنا في الداخل للاسف الشديد، يعني باش نعرف الدراسات السابقه، باش الزميل يدير يعني تجربه. ما فيش معامل، ما فيش مقومات، صفر. ما فيش مقومات، صفر. يعني انت ما فيش لا مكتبه حديثه تقدري تعرفي شنو غيرك دار باش انك انت تديري بحث في اسهام، ولا انك انت تمشي المعمل وتديري فيه تجربه. طبعا معلش هو راهو كان في افاد بالخارج، كان في فساد، وفين اللي كان عنده قرارات افاد بالخارج. لكن معالي وزير التعليم العالي قال لا خشوا في الداخل وكملوا دراستكم في الداخل، والدوله ما عندهاش القدره ونحن حندعموا الافاد بالداخل، لازم ما دخلشينا جوا، ما قلناش فيه شيء. هو بس في ميزه اسمها الافاد القصير. الافاد القصير هذا يقدر الطالب في الداخل يقدر يسافر لدول الجوار مثلا لمده 6 شهور او سنه، يطور من نفسه، او من ناحيه اللغه، يعني اللغه مهمه جدا في البحث العلمي، او انه هو يطلع على مصادر والى اخره. هذا اوقف، حتى هو تم ايقافه الافاد القصير هذا. يعني سيد مرعي، انتم كنتم موافقون على الافاد داخل ليبيا، لا منع لديكم،
ولكم أيضا أنتم قمتم بوقفة احتجاجية لهذا الغرض تحديدا، يعني تطالبون بأن تقوم السلطات المعنية بتوفير ما تحتاجون إليه في الدراسة داخل البلاد. إذن في حالة لم يتم النظر في مطالبكم سيد مرعي، هل ستتوجهون ربما للتصعيد؟ وكيف سيكون هذا التصعيد؟ في أي اتجاه؟ أقول لحضرتك حاجة بس طبعا احنا يعني بعثنا كم رساله لمجلس الوزراء وطلبنا يعني 4 مرات متواصله برسائل، ومشينا وقعدنا مع الدكتور عمران الكيب. ما كانتش موفقه اللقاء باش نخشوا في الموضوع هذا، لان زملائي اغلبهم من المنطقه الغربيه قالوا ما نبوش مواجهه، نبوا حل، وقالوا نتجهوا للباشمهندس عبد الحميد ممكن يدير لنا حل. مشينا حتى مجموعه منا، وللاسف الشديد انا نقول لك حاجه بس والله يا اختي بجال بس يا اختي كريمه، والله لو الكلام هذا في المنطقه الشرقيه نحن اعضاء التدريس ومشينا لاي مسؤول سميه من شئت رفيع، ما كناش نقعدوا دقائق على بابه، وكنا ممكن نخشوا عليه بسرعه او على الاقل يحدد لنا موعد. لكن انا واحد من الناس مشيت 5 مرات وطرابلس، وللاسف الشديد ما كانش في نتيجه. طيب حضرتك انت انا بنقول لك على حاجه، وموضوع وطني بامتياز. يعني انا عندي فكره ثانيه اللي هو رئيس مجلس اداره المنظمه الماليه للدعم وتطوير التعليم. التعليم في ليبيا واصل لدرجه من التدني تاثر على الامن القومي، لانه يضعف النسيج الاجتماعي، ويزيد من خطر الصراعات والنزاعات، ويضعف العمليه السياسيه، ويعطل النمو الاقتصادي، ويوصل في تدني التعليم، ويوصل في انتشار الفكر المنحرف، ويعرض الدوله لخطر فقدان قدرتها التنافسيه على الساحه الدوليه، وما تقدرش تنافس حتى في التقدم في المجالات التقنيه. يعني هذا يمثل الامن القومي. احنا يا اختي كريمه نهايه، والله نحن وصلنا لنهايه المطاف. هذه اخر في الاخير، يعني لما بعثنا رسائل وما تفاعلش معنا رئيس الحكومه، في من في المنطقه الغربيه قالوا لا الاغلبيه، وطبعا نحن نمشي بشكل ديمقراطي، قالوا لازم نوقفوا، واللقطه هذه حتوصل مباشره، خاصه عن طريق قناه موقره محترمه زي الوطنيه، زي ليبيا الاحرار، تعتبر من ليبيا الاحرار من القنوات الرفيعه في ليبيا، وفي مشاهده كبيره لها. يعني بعد الجهود الكبير هذا كله لم يتواصل معنا احد اطلاقا. ما معنى ذلك؟ هو سؤال نطرحه، ما معنى ذلك؟ بالنسبه لي شخصيا والناس اللي معنا، احنا بينا زي ما كنت حضرتك بينا بالمئات، واخيرا قعدنا 40. نعم. درنا اللي علينا من الشرف لنا شرف ان احنا سلطنا الضوء على قضيه مهمه جدا تتعلق بالامن القومي، وتتعلق بقضيه الباحث في ليبيا. لو احنا اردنا الارتقاء بمجتمع في ليبيا، وكان عندنا نيه صادقه في تطوير مجتمعنا. نعم. التعليم ثم التعليم ثم التعليم. نعم. سيد مرعي، نتمنى أن تصل مناشدتكم للجهات المعنية لحلحلة هذه المشكلة. حقيقة مرعي بوعمود، عضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي والباحث في الدكتوراه، شكرا جزيلا لك.